تشير كل الفرضيات إلى أن الأنواع البشرية كانت طيلة هذه الحقبة الطويلة تعيش على شكل جلانات مؤلفة من 20 إلى 30 شخصا تقتات على قطف الثمار والصيد. ويجمع عموما على الرأي القائل بتأثير هذين العملين في تطور اليدين والقدمين. هذا وتدل بقايا المستحثات على أن البشر بقوا في أمان ضمن الكهوف وفي الجزر التي تتوسط البحيرات وداخل الأكواخ المرتفعة الموثوقة إلى أوتاد منيعة. بالمستطاع القول أن الملكية والعائلة لم تتشكلا حينذاك، وأن الجلان كانت عائلة بحد ذاتها. كما يمكن التخمين أنهم كانوا يعتمدون لغة الإشارات، لغة البدن والصوت، وأنهم لم يقدروا على ترميز الأصوات بعد. وهذا ما يجعلنا ندرك على نحو أفضل أن إضفاء الرمزية على اللغة قد تطلب مرحلة عملية طويلة للغاية. تظهر البحوث الجارية أن نوع الإنسان العاقل قد دنا من مرحلة اللغة الرمزية قبل حوالي 150 إلى 200 ألف سنة. تشير الأبحاث ذاتها إلى أن لغة الرموز التي أمنت التفاهم بالأصوات بدلا من لغة الإشارة، والتي اكتسبت طابعا رمزيا واعتبرت سلف اللغات العصرية، قد انطلقت لأول مرة من الأخدود الكبير عينه صوب الشمال لتنفتح على العالم قبل حوالي 50 ألف سنة. هكذا قدم التفاهم باللغة الرمزية فرصا عظمى، حيث يمكن التخمين بأن المجموعات البشرية المتفاهمة والمتحركة على نحو أفضل هي التي حققت التفوق. وقد يكون الزوال السريع للأنواع الأخرى من مسرح التاريخ ذا علاقة وثيقة بهذا التطور. ويخمن أن تقاطع كلا التطورين قد قضى على نوع النياندرثال الذي كان أكثر انتشارا حتى ذاك العصر. هكذا بقي سيد العالم الجديد لوحده بكل هيبته وخيلائه على المسرح. إنه الهومو سبيانس، أي الإنسان العاقل والناطق. لا نصادف هنا تمايز اللغات والأعراق في البداية، ولكن يتم التخمين بأنه تشكلت مجموعات أكثر تعدادا، زاولت الصيد بشكل مخطط، واستخدمت الكهوف كمساكن ومعابد، واحترفت المرأة قطاف وجمع الثمار في حين احترف الرجل الصيد. وبعض اللقى الأثرية تثبت أن التطور المذهل للنوع الناطق قد حصل على هذا الأساس. والرسوم الصخرية المتبقية من هذا العصر قوية ورائعة، حيث عثر عليها في المنطقة الواقعة بين فرنسا وإسبانيا وفي بعض كهوف منطقة هكاري. كما أن تشكيل كلتا المنطقتين لأولى الساحات الأكثر ملائمة للهجرة إليها من داخل أفريقيا عبر شرقي البحر الأبيض المتوسط وغربيه موضوعا يتناغم ونظرية الهجرة العامة.